بعد ما تعرض العلم للتدنيس ونزعه من مكانه ورجع لبلاصته، وهكا استقرت الأوضاع نسبيا بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وتواصلت الدروس مع وجود بعض المشاحنات والمضايقات من طرف طلبة سلفيين، ولكن هذا ما يثنيش الأساتذة والطلبة على مواصلة الدرس. حتى حد ما ندد حسب رأيي بصفة كافية على العنف اللي تعرضت له البنت هذيك، كانت نجم تموت، كان ينجم ما شاء الله عليه هو تبارك الله قد معناها الحجم نتاعو ضخم، كان ينجم يتروشها يجيبها في القاعة. وهذايا معناها العنف يوم 7 مارس إزاء المرأة يظهر لي نقطة راهي هامة برشا. مكتب عميد الكلية في وضعية محرجة للغاية، والصور هذه هي اللي تحكي على ما تعرض له العميد من تهديدات وما تعرضت له الكلية من تعدي وهتك لحرمتها. ينجح يوم هو مساهمة في إنجاح السنة الجامعية، يعني هذا حريصين عليه بدون واحد، يعني فما لم يتخذ أي قرار يعني في إضراب ولا في تعليق دروس من يعني كإدارة لم نتخذ ذلك. خولة رشيد الطالبة اللي تحدات السلفيين واجهتهم ورجعت العلم لمكانه قبل ما تتعرض للتعنيف من قبلهم، كانت حاضرة مع عائلتها في الكلية بعد ما تم تكريمها من طرف رئيس الجمهورية المؤقت. أول حاجة الواحد علموها له هي يدافع على علم بلاده، دونك كيما ما يقبلش الواحد باش يشوف علم تونس يتهان، ما يلزمش يتهان، كلنا رانا ولاد وطن واحد، وكلنا المهمة متاعنا أنا ندافعوا على الوطن. الوطن يعني يهم الناس الكل، التوانسة 11,000 نسمة، 11 مليون نسمة، هذيك اللي يعني شيء يسر بالعمر إذا كان نشدوا علمنا للراية ونهيناها ما تجيش. يزينا من الديماغوجيات ولا الايديولوجيات ونقولوا كم برواحنا. الطلبة في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة يواصلوا دروسهم رغم وضعهم الأمني غير مستقر، مما جعلهم متخوفين على الموسم الجامعي وعلى سير عملهم. ما تعرفش في أي لحظة تنجم توقف الدروس، أي لحظة تنجم تصير أي حكاية. فاك داخله بعضها وفما احتمال معناها برشا يقولوا لي فما اني بلونش. خلونا نكملوا عامنا خاطر احنا تو نسموا معناتها مشينا ضحية في الشيء هذا. تحمل مسؤوليتك يا وزير الداخلية ووزير التعليم العالي، بلغناك مرة واثنين وثلاثة وزيدك يصيح ما يتلمش. يبقى الأمل باش يرجع للكلية هيبتها بتدخلات حينية وقرارات جريئة ومعالجة الوضع بصفة جدية من طرف الحكومة اللي ما زلنا ما شفناش حتى تحرك حازم لتصدي الانفلات هذا.